السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة يوميات تحدي المشاكل. أنا أماني. النهاردة إن شاء الله هنتكلم بشكل عملي إزاي نشتري حاجات كتير نفسنا فيها من طلبات الشهر وميزانية العيد وبأسعار كويسة. أول حاجة معانا كده البيض، جايبينه كده من كازيون. الطبق عامل 130 جنيه في العرض زي ما انتم شايفين كده. تاني حاجة جبناها حلاوة طحينية. احنا بنحب النوع ده يعني. النوع ده كيلو منه ب105. جبنا منه اهو 625 جرام ب68.75. طبعا سعره كويس بالنسبة لنا. نيجي بقى بعد كده للزيت. زي ما انتم شايفين جايبين 3 ازايز، كنا جايبينهم من قبل كده لما كانت الاسعار عليها خصومات جامده. كانت الازازه دي ب39 جنيه. ودي اول تركه معانا او اول فكره، ان احنا نجيب الحاجه لما يكون عليها عرض ونركنها. كل شهر كنت بجيب ازازه. كانت بكام؟ كانت ب39 جنيه من كازيون. من كام شهر كان عامل عليها عرض، وقعد فتره عامل عليها عرض شهر واتنين. كنت كل شهر بقى بجيب واحده واركنها. نيجي بقى للحاجه اللي بعد كده، الخل. زي ما انتم شايفين كده ده برضو كان عليه عرض. كل شهر كنت بشتري واحده. يبقى الفكره معانا ان احنا نرحل المشتريات على كام شهر، كل شهر نجيب حاجه ونركنها. كل شهر كنت بشتري زيت خل كده واركنها. فكانت عليها عرض في كازيون برضو. الواحده كانت ب12 ونص، وموجود دلوقتي برضو العرض في ازايز ب12 ونص برضو موجودين في كازيون. نيجي بقى للحاجه اللي بعد كده، الرز ده برضو كل شهر كنا بنجيب كيس ونركنه. وفي شهر جبت كيسين. زي ما انتم شايفين كده الرز ده كان عليه عرض في كازيون. الواحد كان كيلو كان ب20 جنيه، فكنت بجيب بقى واركن عشان ميزانية العيد تبقى خفيفة وسهلة كده علينا وعلى قد الايد. زي ما انتم شايفين كده. نيجي بقى للحاجة اللي بعد كده، برطمان الشوكولاتة ده برضو كان عليه عرض من شهرين او من 3 كده. برضو جبت منه كل مرة كنت بلاقي عليه عرض كنت بجيب واركن. البرطمان ده مش باقي عندي غير الحجم ده. فخدته وركنته كده للعيد. قلت عشان ايه؟ العيد بتبقى الاسعار مولعة، فركناه للعيد عشان نستخدمه دلوقتي. زي ما انتم شايفين كده. معانا بقى مكرونات الاطيب دي. جايبين كده 3 كيلو مكرونة. جبناهم بقى ازاي؟ جبناهم من كازيون، عليهم عرض كيلو ب25 جنيه. حاليا دلوقتي كيلو ب25 جنيه. اما احنا جايبينهم امتى؟ جايبينهم بقى من كام شهر لما كان عليهم عرض كان الكيلو ب20 جنيه. نيجي بقى بعد كده للخميرة. طبعا محتاجين خميرة الشهر ده عشان نعمل حاجات. الواحدة طبعا ب5 جنيه. وكيسين ملح اهو برضو جبناهم قبل كده. كل مرة بجيب لي واحد. وعندنا طبعا ايه مرق الدجاج دي بنستغناش عنها. برضو جبناها. كل مرة كده بنجيب شوية لحد ما تكون عندنا البرطمان القمر اللي انتوا شايفينه ده. زي ما انتوا شايفين كده انا معانا كيسين شعرية، طبعا من ضمن حاجات الشهر اللي بنشتريها كل شهر. الشعرية كيس 350 جرام. النوع ده حلو جدا يا جماعة. وسعره برضو كويس. برضو ركننا كيسين عشان ميزانية العيد وشهر العيد. نيجي بقى للبطل بتاع الشهر ده معانا اللي هو الدقيق. طبعا لازم نحتاج نشتري دقيق الشهر دوت. معايا بقى انا جايبه اهو دقيق. كنت جايباه في العرض ب18 جنيه. طبعا من قبل كده، من قبل بقى الزحمه والغلاء اللي احنا فيه ده دلوقتي. عشان الموسم طبعا كل حاجه بتبقى رافعه. فجبت كيسين كده 2 كيلو وركنتهم كده عشان ميزانيه العيد تبقى خفيفه وبسيطه. دي من ضمن التريكات اللي احنا نجيب الحاجه في العروض ونركن منها جزء بسيط، كيس او 2. ده بقى زي ما انتم شايفين كده صوص شوكولاته، برضو كان عليه عرض كده ب45 جنيه. جبناه بقى عشان تزيين الحلويات. كل سنه وانتم طيبين. الحاجه اللي بعد كده بقى زي ما انتم شايفين كده، كنا جايبين بطاطس بقالها كده حوالي 10 ايام عندنا. طبعا البطاطس بتتحمل القعده لانها ناشفه. حطينا كده في التربو نسحب منها وبنقلي بقى وبنعمل بطاطس شيبسي وبنعمل صوابع محمره. زي ما انتم شايفين كده كنا جايبينها طبعا بسعر كويس. رحت اخر السوق. دي بقى التركه التانية. نروح اخر السوق قبل ما السوق كده يقفل بساعه. نروح قبل ما السوق ما يقفل بساعه. هنلاقي بقى الحاجات بسعر كويس وعلى قد الايد. زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا ما بقولش اسعار طول الفيديو. دي طبعا كانت في اخر السوق كان سعرها رخيص جدا. فكل واحد بقى حسب السوق اللي هو فيه. نيجي بقى بعد كده للبطل بتاع الطبخ معانا اللي بنستخدمه طول الوقت في المطبخ، وهو البصل. ما بنستغناش عنه ابدا. ده طبعا كنت جايباه برضو من قبل كده مش من دلوقتي، عشان دلوقتي كل الاسعار رافعه. ده بكام؟ كان الكيلو ب5 جنيه.
كان عليه عرض طبعا. كنا اخر السوق زي ما قلت لكم، تروحوا اخر السوق الشعبي قبل ما يقفل كده بساعه، هتلاقوا كل حاجه بسعر مناسب. كان ب5 جنيه كيلو. طبعا جبت كميه منه ساعتها. كنت عامله حسابي بقى انها تكفي للعيد. دي برضو زي ما انتم شايفين كده علبه تونه، كنت جايباها من شهرين كده. كان عليها عرض في كازيون. وركنتها. كنت جايبه كذا واحده، ودي اللي اتبقت قلت اخليها بقى للعيد او لشهر العيد، عشان لو احتاجناها مثلا في اكله او حاجه. دلوقتي بقى هنيجي لموضوع الخضار. اول حاجه عندي عاملينها تجهيزات عشان العيد وعشان ميزانيه العيد. اول حاجه عندي زي ما انتم شايفين نجيب الخضار اللي بنحبه، زي مثلا انا عندي جبت بسله وجزر اهو، فرستهم وشلت جزء منهم للعيد. تاني حاجه عندي، لو انتي مش فاضيه خالص تفرزي طماطم وتعصريها وتسبكيها، كل الخطوات ديت مش فاضيه وبتشتغلي وتعبانه، ممكن تجيبي الطماطم كده وحدات وتقسميها نصين، لو احتاجتي نص تاخديه او احتاجتي واحده تاخديها. وتشيليها كده وحدات. لو انتي مش فاضيه يعني ايه تعصريها وتقطعيها وتسبكيها على النار. وكمان زي ما انتوا عارفين كده بنشيل صلصه في الفريزر علشان الطبخ وعشان المحشي والحاجات دي. اهو زي ما انتوا شايفين كده الحاجات دي جبناها بسعر كويس لما كانت سعرها نازل خالص، كانت الكيلو ب5 جنيه تقريبا الطماطم دي. وخزنا منها كميه علشان ايه، تلحق معانا ميزانيه العيد ونلحق نستخدمها بعيد عن غلاء الاسعار. بقى زي ما انتوا عارفين اليومين دول في غلاء شديد جدا. زي ما انتوا شايفين كده ده برضو فلفل الوان لونه احمر. لما كان سعره كويس ومناسب ليا جبت منه كتير وخزنته. ده بقى كيس بوريهولكوا كده يعني من ضمن الاكياس اللي متخزنه، واكياس كتيره استعملناها طبعا عشان يسهل علينا الطبخ ويسهل علينا ما نبذلش مجهود في المطبخ ولا نتعب. وكمان عشان غلاء الاسعار من دول، الاسعار غاليه جدا عشان مناسبه العيد ورمضان. فطبعا جبناه كده وخزناه لما كان سعره رخيص، وشلناه في التلاجة في الفريزر اقصد بتاع التلاجة. ده بقى زي ما انتم شايفين كده توم، انا مخزناه برضو في الفريزر، مخزناه بقشره. الفكره في ايه، ان انت لو مشغوله او تعبانه ومش قادره تمسكي التوم تفرميه وبعدين تحطي عليه زيت، مش قادره بقى تعملي ده ومعندكيش وقت ولا عندك صحه ولا عندك اي حاجه خالص تعمليها، مفيش اي وقت تعملي بسرعه الحاجات دي، اهو تمسكي التوم تحطيه كده مفكك كده في الفريزر، لما تعوزيه عادي بيطلع عادي جدا وبيبقى سهل جدا في الاستخدام. تشطفيه بشويه ميه هتقدري تستخدميه على طول وهيبقى سهل معاكي في الاستخدام. زي ما انتم شايفين كده دي لفه جلاش برضو كنا مخلينها عشان العيد. كنا جايبينها برضو كان عليها عرض وسعرها كويس، جبناها بقى وخليناها من شهرين كده عشان العيد. دي بقى كانت المشتريات زي ما انتم شايفين كده، وريتكم كل غالبية الحاجات اللي جبتها عشان العيد. ولو عجبكم الفيديو ولقيتوا فيه اي فكرة عجبتكم يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل الاشعارات وكل الحاجات الفيديوهات اللي بنزلها كل يوم. ولايك. وشكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.